السؤال بتاع 3 single phase to winding transformer. فبيقول 3 phase single phase to winding transformer، يعني احنا عندنا 3 phase اتش ريتد 400، يعني كل فيزة الاس بتاعتها ب400، يبقى الاس بتاع التلاتة فيز 3 في 400 ب1200، يبقى البيز بتاعنا بتاع المسألة كله الاس ب1200. اتش ريتد 13.8 على 199، ده الريشيو بتاع الترانسفورمر with leaks connected to form a 3 phase bank. بيقول ان الهاي فولتج ويندنج are connected in Y موصلة ستار. فمين هنا الهاي فولتج في الريشيو ديت اللي هي 199؟ فمعنى كده ان اللي هنا ديت متوصلة ستار. a 3 phase load operating under balanced positive sequence، يعني في عندنا لود، اللود دوت الاس بتاعته ب1000 ميجا في والباور فاكتور 9/10، ومدينا كمان الفي بتاعته اللود اللي هي 199.2 كيلو فولت. عايز يحسب الفي ان في اللو فولتج. احنا عشان نحل اي مسألة محتاجين نجيب الاس بيز والفي بيز. احنا عرفنا ان الاس بيز عبارة عن 1200. طب الفي بيز هو ما ادانيش الفي بيز، ففي الحالة ديت بناخد الفي بتاعة اللود اللي هي 199.2. بس هو هنا في المسألة كان بيدينا قيم كل فيزة، ما بيدكش قيم التلات فيزات مع بعض. يعني لما قالنا 3 فيز راح ادالك قيمة الاس للفيزة الواحدة، فالفي اللي هنا دي هتكون برضو في للفيزة واحدة. طب احنا عايزين نجيب الفي بيز، يعني احنا عايزين نجيب بقى الفي لاين، فالفي لاين هتساوي جذر 3 الفي بيز، يعني نضرب جذر 3 في القيمة ديت هتطلع ب 354. فاحنا كده معانا البيز دولت، كده معانا القيمة البيز اللي هي 1200 و345. ايه فكرة بقى الفي ان دي؟ وايه اللي هيفرق ان هو عايز الفي ان لللو فولتج لما تتوصل ستار ولا لما تتوصل دلتا؟ الفي ان اللي هو عايزها دي رسمتها في حالة لما هي تتوصل ستار. هو قال لك ان انا عندي مقاومه ترانسفورمر 1/10 جي وعندنا لود، فدي كده متوصله، بيقول لك متوصل مع لود، فدي الدايره بتاعتنا. هو عايز بقى الفي ان ديت، فالفي ان ديت هتكون عباره عن الجهد دوت اللي هو عباره عن مقاومه الترانسفورمر في التيار اللي ماشي هنا زائد جهد اللود. فجهد اللود هو مديهولي بكام؟ جهد اللود هو اداهولي ب199.2 كيلو فولت. طب احنا عايزين نحولها لبير يونت. هل انا معايا الفي بيز بتاع اللود دوت؟ لا. في الحاله ديت بناخد هو نفس الجهد دوت. لما ما يدينيش في بيز فبناخد الحاجه الجهد اللي هو اداهانه، فبنعتبره ان هو 1/0. يبقى الفي بير يونت بتساوي الفي اكشوال على الفي بيز اللي هي نفسها، فالفي هنا هتكون عباره عن 1/0. طب ليه اخدنا الفي بيس؟ طيب المسألة كلها ضربناها في جذر 3. هو كده طالما ما ادالناش في بيس فبناخد جهد اللود ونعتبر الفي بيس بتاع المسألة كلها عبارة عن جذر 3 في جهد اللود. طيب جهد اي حاجة تانية هتبقى عبارة عن نفسها، هو الجهد الفي بيس بتاعها هو نفسها. فكده معانا الفي بيس بتاع اللود اللي هو عبارة عن 1/0، ومعانا مقاومة ترانسفورمر 1/10 جي. فعايزين نجيب بقى الفي ان دوت. فاحنا محتاجين بس نجيب التيار اللي ماشي في الدايرة، بحيث نقول التيار في المقاومة ديت زائد 1/0 هو الفي ان في حالة الستار. فهنجيب التيار ازاي؟ احنا عارفين احنا عايزين نجيب التيار بير يونت، واحنا عارفين التيار بيساوي الاي بير يونت بيساوي الاي اكشوال على الاي بيز. طب الاي اكشوال دي هنجيبها ازاي؟ هنجيبها من معطيات اللود. هو كان قال ان في لود، واللود دوت عبارة عن الاس بتاعته ب1000 وباور فاكتور 9/10، والفي 199.2. فاحنا هنجيب الاي اكشوال، فالاي اكشوال هتبقى عبارة عن الاس على جذر 3 في اللي هي زاوية الباور فاكتور، بس هو عشان قال لك فبنحط السالب كوزاين ماينس 1 9/10. انه اس بقى الاس بتاعت اللود اللي احنا بنجيب الاكشوال تبقى عبارة عن اس اللود اللي هو مديهالي 1000 في 10 أس 6 على جذر 3 في الفي بتاعت اللود. هو اعتبر هنا ان الفي بتاعت اللود هي الفي بيس بتاعت المسألة كلها. طيب لما جه قاس احنا قلنا عبارة عن اي اكشوال على الاي بيس، قانون الاي بيس ده عبارة عن اس على جذر 3 فالاس ديت بتاعت الاي بيز هي نفسها الاس اللي في البيز اللي اعتبرناها المسألة كلها، اللي هي عبارة عن 1200 في 10 أس 6 على جذر 3 في الفي بيز اللي هي الفي بيز اللي هي 345 اللي احنا جبناها. المفروض ضربنا في 10 أس 3 فجبنا هو قيمة الاي بيز. فبنقيس الاي اكشوال على الاي بيز فهنجيب الاي بير يونت اللي هي القيمة ديت. فهو عايز بقى بيقولك لما اللو فولتج دوت يكون ستار، فهو لما يكون ستار هو اصلا يعني الهاي فولتج عباره عن ستار واللو فولتج عباره عن ستار، فالاي اللي ماشي هنا هو نفس الاي اللي ماشي هنا، فعشان كده معمول دايره واحده. فهو كتب ان الاي اي سمول بيساوي الاي كابيتال بيساوي القيمه اللي احنا طلعناها ديت. عايزين بقى نجيب الفي ان، فالفي ان هيساوي الاي اللي احنا طلعناه
في مقاومة الترانسفورمر زائد 1 زاوية 0، فحطينا 1 زاوية 0 وطلعنا القيمة ديت. طيب عايزين نجيب بقى الفي ان بالكيلو فولت، فاحنا بنجيب اللو فولتج، فجهد اللو فولتج بكام؟ كان ادالنا النسبة عبارة عن 13.8 على حاجة، اللي هي كانت اللو فولتج كانت 13.8، فهنضرب فيه 13.8. طيب لما تتوصل بقى دلتا ستار، فالفرق ان الدلتا جهد الدلتا بيتأخر عن الستار سالب 30 درجة، الدلتا بتتأخر عن الستار بزاوية 30 درجة. فالفرق بس ان التيار يعني ايه اللي احنا جبناها 1 زاوية 0 ديت هتبقى قيمتها 1 زاوية سالب 30، فحطه لي زاوية 1 زاوية 30. طب التيار برضو هيتأخر بزاوية 30، فهنزود بس على الزاوية بتاعته سالب 30، فحطينا هو طلع معانا قيمة التيار. فهنعوض عليه بنفس القانون اللي هو بيساوي الاي ان زائد مقاومة الترانسفورمر في التيار، وهنطلع القيمة ديت. فالقيمة اللي احنا طلعناها ديت قيمة باليونت، فعشان نجيب لها القيمة بالكيلو فولت فمحتاجين نضربها في الجهد. اللي هيفرق هنا ان مش هنضرب في 13.8 لوحدها، هنضرب في 13.8 على جذر 3. ليه؟ لان القيمة بتاعت التالتة ديت اللي مدهنا ديت فبتكون قيمة اللاين، فاحنا عايزين نحولها لفيز، فنقسم على جذر 3، فعشان كده قسمنا القيمة دي على جذر 3 بعدين ضربناها في القيمة، وكده جبنا قيمة الفي ان بتاعت الدلتا، وهنحط الزاوية بتاعتها عادي. هو فكرة المسألة كلها ان الاس هو مدينا قيمة الفيز، فجبنا الاس البيز الكلية 3 في 400 ديت تبقى 1200. طب الفي بيز بتاعت المسألة كلها هي نفسها الفي بيز بتاعت اللود، بس نضربها في جذر 3. استخدمناهم ايه الاس بيز والفي بيز؟ استخدمناهم في جيب التيار، فاحنا عايزين نجيب التيار البريونت اللي ماشي في الدايرة، فهو بيساوي الاي اكشوال على الاي بيز، فالاي اكشوال دوت هيساوي الاس على جذر 3 في بتاعه اللود، اللي هو كان مدينا اللود ان هو الاس ب1000 على جذر 3. اعتبرنا ان الفي بيز اللي بنعوض بيها هنا هي الفي بيز بتاعت المساله كلها، والاي بيز برضو بنعوض بالفي بيز بتاعت المساله كلها، هو اعتبرها كده. فجبنا هو التيار البرنيات بعد ما قسمنا الاس على جذر 3 في واس على جذر 3 في، فجبنا التيار البرنيات رحنا عوضنا بيه على طول. فهو اي لود فهو راح عشان ما ادكش الفي بيز فاعتبر ان هو 1 زاوية 0، فقال ان هو بيساوي 1 زاوية 0 زائد مقاومة ترانسفورمر في التيار اللي ماشي في الدايرة اللي احنا جبناه. والفرق بقى لما جه حول رجع عليه عشان يجيب اللي هو اللو فولتج بتاعته متوصل دلتا، راح اخره بزاوية 30، يعني بس زود زاوية سالب 30 على قيمة التيار وزاوية سالب 30 على قيمة الجهد، وعوض عليه في نفس المعادلة. ولما جه يجيب البيز بتاعه فقسم بس قيمة اللي هو الجهد ده على جذر 3 بس، وضربها عادي. هو ده تفسير